بيبدأ الفيلم مع عيلة سعيدة مكونة من بول اللي بيكون مدرس أحياء وجيسي مراته اللي بنعرف إنها مصورة فوتوغرافية، وبيكون معاهم ابنهم آدم، وبيكونوا عايشين حياة هادية جدا وطبيعية وبيحتفلوا بعيد ميلاد ابنهم الثامن لغاية ما بتحصل حادثة بتقلب حياتهم كلها. وده لما جيسي بتاخد آدم علشان تشتري له هدية عيد ميلاده، وبنشوفها بتجيب له الكوتشي اللي كان نفسه فيه وكورة كمان. وهنا آدم بيخرج للشارع علشان يجرب الكورة، وفجأة بتيجي عربية سريعة وبتخبط آدم وبيموت. وطبعا الحادثة دي بتكون السبب في انهيار العيلة كلها، وده بسبب الارتباط الكبير بين الأم وابنها، وخصوصا إنها مش هتقدر تخلف تاني. وفي أثناء الجنازة بيظهر لهم شخص مش معروف بالنسبة لهم، وبيعرفهم إن اسمه ريتشارد وإنه دكتور متخصص في الجينات الوراثية، وبيطلب منهم يروحوا لمكان هادي، وده علشان يكلمهم في موضوع مهم جدا بالنسبة لهم. ولما بيقعدوا معاه بيعرفهم إنه عامل بحث مهم بيقدر من خلال خلية واحدة من جسم الإنسان إنه يعمل لها استنساخ لملايين من الخلايا، واللي يقدر يستخدمها في استنساخ بشري ليه نفس مواصفات الشخص اللي أخدنا منه الخلية الأولى. وده اللي هيعمله مع ابنهم آدم، يعني هياخد خلية منه وبعد ما يعمل عليها عملية الاستنساخ هيزرعها في رحم جيسي من تاني، وبعدها هتخلف طفل جديد بنفس مواصفات آدم بالظبط، لدرجة إنه لما يكون في نفس سنه هيكون مماثل ليه في كل حاجة. وطبعا بول بيرفض الموضوع ده رفض تام، وبيوصفه بإنه غير شرعي وغير أخلاقي، وده على عكس جيسي اللي لما سمعت الموضوع حست إن ده أمل جديد ليها علشان ترجع ابنها لحضنها تاني. وريتشارد بيعترف إن الموضوع فعلا غير قانوني، وعلشان كده مش عاوزهم يعرفوا أي حد سواء من العيلة أو من الصحاب، ويا ريت يقطعوا علاقتهم بيهم من الأساس، وده علشان محدش يعرف أي حاجة، ومحل إقامتهم كمان يغيروه ويروحوا لأي مكان تاني. أما بالنسبة لوظيفة بول في المدرسة فريتشارد هيجيب له وظيفة غيرها في مدرسة ثانوية، لكن للأسف مش بيقدر يقنع بول اللي بيكون رافض الفكرة أساسا وبيسيبه وبيمشي. وهنا ريتشارد لما بيشوف جيسي متحمسة بيديها عنوان عيادته ورقم التليفون، وده علشان لو قدرت تقنع جوزها. وبيعرفها إن خلايا آدم قابلة للتنشيط خلال 72 ساعة بس، وبعدها مش هيكون في أي أمل في الاستنساخ. وبنشوفهم لما بيرجعوا البيت جيسي بتحاول تقنع بول بالفكرة، لكنه شايف إنها مش فكرة سليمة وأكيد هيكون فيها غلطة هتخليهم يندموا طول حياتهم بعدها، وبيوعدها إنه يتبنى لها طفل أو حتى يعالجها وتخلف تاني. لكن جيسي مش بتكون عاوزة أي طفل وخلاص، وبتكون عاوزة آدم نفسه. وبعد تفكير من بول قرر إنه يدور ورا ريتشارد ويعرف هو مين بالظبط، وبيتصل على صاحبه واللي بيكون اسمه سام وبيطلب منه معلومات عن ريتشارد. وسام بيعرفه إن ريتشارد ده عالم مشهور وبيعمل دراسات متقدمة عن تفاصيل الجينات الوراثية، وإنه باع الأبحاث بتاعته لشركات كبيرة جدا وده في مقابل ثروات ضخمة. لكنه بعدها اختفى على الأنظار، وكل فترة كده بينزل مقال في الجريدة، وسام بيوصفه بإنه دكتور عبقري. وبول بعد كلامه مع صاحبه بيفكر في الموضوع كويس، وبيفتكر ابنه آدم وبيشوف فيديوهاتهم مع بعض، وبيطلب من جيسي تكلم الدكتور. وفورا بتروح للعيادة وبيبدأوا في تجهيز العملية، وبيحقنوا الخلية جوه رحم جيسي وبيسيبوها يوم كامل للمتابعة. وطبعا كل اللي شغالين في العيادات ما يعرفوش حقيقة عملية الاستنساخ لأنها شبيهة بعملية الحقن المجهري العادية. وريتشارد كمان جاب لهم بيت جديد في مدينة جديدة، وده علشان يبعدوا عن الناس اللي تعرفهم. وبعدها بتخرج جيسي من المستشفى وبيعيشوا في بيتهم الجديد حياة سعيدة، وده في انتظار ابنهم آدم. وأخيرا وبعد 9 شهور جيسي بتروح المستشفى علشان تولد، وبعد ألم ومعاناة بيجي آدم المستنسخ. وجيسي بعد ما بتلمس ابنها بتعرف بول إن ده نفس اللي حصل معاها يوم ولادة آدم الأولانية، وبترجع العيلة تعيش تاني في سعادة مع ابنهم الجديد لغاية ما بيجي يوم عيد ميلاد آدم الثامن. وطبعا كان لازم ريتشارد يحضر عيد الميلاد ويلعب مع الطفل اللي يعتبر من أعظم إنجازاته، لكن الكل ملاحظ إن حب ريتشارد لآدم مش حب دكتور لاختراع ناجح، وخصوصا إنه زي ما قال بالظبط إنه نفس الشكل ونفس الحركات لكن مش نفس الطباع ولا التفكير. وبعد ما بتخلص الحفلة بنشوف آدم بيحلم إنه تايه في مكان غريب والأشباح محاوطاه من كل ناحية، وبيفضل يصرخ علشان حد ينقذه. وهنا بيشوف آدم القديم ولكن شكله غريب ومرعب، والولد بينهار وبينادي على والده، وبول بيحاول يهديه لكن الولد بيكون متعب وعنيف ضد لمسات والده. وجيسي بتتصل على ريتشارد علشان ينقذهم، وبعدها بيودوه العيادة وريتشارد بيديله مهدئ علشان ينام، وبيعرفهم انه كان متأكد من ان سلوك آدم هيتغير من بعد الوقت اللي مات فيه، لانه لغاية الفترة دي كانوا عارفين سلوكه وكان عايش نفس حياة آدم القديمة. انما دلوقتي وبعد ما عدى السن اللي مات فيه محدش هيقدر يتوقع سلوكه هيكون عامل ازاي، وده طبعا بيأثر على نفسية جيسي وبتخاف انها تفقد ابنها من تاني. وفي الوقت ده آدم بيبدأ يفوق وبيشوف نفس الكوابيس، وبيفضل في المستشفى لغاية ما بيتحسن وبيرجع
بيرجع للبيت، وطبعا الفضل كله بيرجع لريتشارد. لكن بعد فترة صغيرة آدم بيرجع تاني لسلوكه العدواني، وأبوه بيشوفه بيهرب من البيت وبيدخل الغابة، وبيدخل بول وراه وبيشوفه بيدخل لبيت مهجور. ولما بيدخل وراه بيلاقي الولد كأنه مش في وعيه وكأنه شايف حد قدامه. لكن الغريبة بقى إنهم لما بيمشوا بنشوف سلسلة متعلقة في السقف وبتتحرك، يعني آدم ما كانش بيتهيأ له. وطبعا لما بيتصلوا بريتشارد بيأكد لهم إن الموضوع طبيعي، لكن بول ما بقاش حابب يسمع كلام ريتشارد تاني وعاوز يعرض ابنه على دكتور متخصص. وقبل ما يعمل كده بيروح لريتشارد وبيتكلم معاه بنفسه، وريتشارد طبعا كان لازم يأكد له إن الولد كويس وإن ده طبيعي في حالته دي، مع إن والدته بدأت هي كمان تلاحظ سلوكه العدواني في المدرسة، وتمرده ده خلاه يتعرض لحوادث كتير. وعلشان كده والده بيدور وعاوز يفهم ابنه في ايه بالظبط، وخصوصا انه حاسس ان ريتشارد بيضلله. لكن اللي ما يعرفوش ان ابنه فعلا بيشوف خيالات واحلام مزعجه، بس المره دي ما بتكونش خيالات، لانه هو في الحمام بيشوف حد بيسحب ستاره البانيو وبيرميها على الارض. ولما ادم بيصرخ في حد بيمسك ايده وبيمنعه يفتح الباب، لكن ابوه بينقذه وبيدخل له وبيشوف ابنه قد ايه خايف وحاسس ان في حد هيأذيه. وتاني يوم لما ادم بيروح المدرسه بيكون عدواني جدا وبيعمل حركات غير طبيعيه. بعدها جيسي بتكون مع ريتشارد وبتحاول تفهم منه وضع ابنها، ولما ريتشارد بيعرف انهم ممكن يروحوا لدكتور تاني بيعرفها انهم لو راحوا لدكتور غيره وقالوا على الحقيقه هياخدوا ابنهم منهم ومش هيشوفوه تاني. وبعدها بيتصلوا عليها من المدرسه، ولما بتروح بتعرف ان الوضع ما بقاش يستحمل التاخير، وعلشان كده بتقرر انها تروح مع بول وادم ويشوفوا دكتور تاني. ولما بيوصلوا بيحكوا للدكتور عن سلوكه العدواني السيء تجاههم وتجاه اصحابه، لكن الدكتور بيكون شايف ان دي حاجه طبيعيه لطفل في السن ده. والغريبه هنا انه لما بيكشف على ادم الولد بيقول له انه مش بيكون قاصد حاجه من اللي بيعمله، وان زكاري هو السبب لانه مش بيسيبه في احلامه. وهم مروحين بالعربيه ادم بيحكي لهم عن زكاري ده، وانه معاه في كل احلامه بيكون لابس تيشيرت احمر وكمه ابيض، وده نفس التيشيرت اللي كان لابسه ادم الاولاني لما مات. وطبعا بول بيفهم ان ادم بيفتكر حياته القديمه على انها حلم. وتاني يوم في المدرسه بيسيب دروسه وبيروح يلعب جنب النهر مع صاحبه روي، وفي الوقت ده بول بيكون معدي بالصدفه وبيشوفهم. ولما بيرجعوا البيت جيسي بتلاحظ ان اوضه ادم القديمه متبهدله وصوره متقطعه بطريقه عنيفه جدا. وقتها والده روي بتتصل عليها وبتسالها اذا كان ادم شاف روي النهارده في المدرسه ولا لا، وده لانهم مش لاقيينه. وطبعا ادم بيقول ان هو ما شافهوش، وهنا بول بيتعصب عليه لانه شافه معاه عند النهر. وتاني يوم بيودوه ريتشارد وبيكونوا مصممين يفهموا الوضع الغريب ده، وطبعا محدش يقدر يكشف ده غير ريتشارد. وبنشوف ريتشارد بيديله مهدئ وبيفضل يساله عن زكاري وهل موجود معاه في المدرسه ولا لا. وهنا بقى ادم بينهار وبيعترف لهم ان كلهم موجودين في المدرسه مش زكاري وبس، وبيقول لهم ان الغريبه ان اصحابه فاكرينه هو زكاري، وده بيضايقه في احلامه جدا. وهنا ادم بيدخل في حاله صرع وبيفضل يصرخ، لكن الصدمه بقى انه مش بيهدى غير لما ريتشارد بيقول له اهدى يا زكاري. وطبعا بول بياخد باله وبيساله ازاي يناديله بالاسم ده وهو بيخاف منه، وبول بيكون عاوز يعرف ريتشارد مخبي ايه بالظبط، وخصوصا ان الولد لما بينهار محدش بيعرف يهديه غير ريتشارد، وبرضه مش عارفين بيقول له ايه. وبول بيهدد ريتشارد انه لو ما قالهوش الحقيقه هيبلغ الراي العام باللي عمله كله، لكن ريتشارد بيقول له احنا عملنا الموضوع ده مع بعض، يعني انتوا كده كده معايا في الحوار ده. واثناء ما بيكونوا في الطريق بول بيعرف جيسي انه من بكره لازم يدور لغايه ما يعرف مين زكاري ده، وطبعا محدش هيعرف حاجه غير ريتشارد. ولما بيعدوا من عند النهر بيتفاجئوا ان في حادثه وبيعرفوا ان روي غرق في البحر، وبول بيكون متاكد ان ادم هو اللي غرقه. بعدها بول بيروح يحكي لجيسي انه شاف ادم مع روي عند النهر واكيد هو اللي غرقه، لكن جيسي بتكون شايفه ان ده ابنهم ومفيش اي اجراء ياخدوه ضده. وتاني يوم الصبح بول بيروح علشان يدور في موضوع زكاري ده، وفي الوقت ده جيسي بتصحى وبتلاقي ادم واقف قدام السرير وبيبص لها بنظره مرعبه، وده اللي بيخليها تصحى مرعوبه. اما بول فبيروح الاداره التعليميه علشان يسال عن المدرسه اللي ادم قال ان زكاري كان فيها، لكن المديره بتعرفه ان المدرسه دي قفلت من زمان. ولما بيسالها عن اسم زكاري بنعرف ان اسمه زكاري كلارك، والمديره بتقول له انه علشان تطلع له اسم زكاري كلارك من السجلات هياخد اسابيع، وعلشان كده بول بيقرر انه يروح المدرسه بنفسه. وهنا بيشوف نفس الرسمه اللي ابنه ادم بيرسمها دايما وعليها اسم زكاري وعنوانه، وفورا بيروح على العنوان ده، لكن صاحبه البيت بتعرفه انها ما تعرفش حد بالاسم ده، وانهم اشتروا البيت ده من 5 سنين وما تعرفش مين كان ساكن قبلهم، لكن لما اشتروه كان محروق بالكامل وهم اللي بنوه. وبيمشي بول من غير ما يوصل لاي حاجه، وقبل ما يتحرك بالعربيه من قدام البيت صاحبه البيت بتجري وراه وبتديله عنوان المربيه اللي كانت عند الناس اللي كانوا ساكنين قبلهم. وفعلا بول بيروح
المربية، وبتتصدم لما بتعرف انه جاي لها بخصوص زكاري كلارك، وبتصدمه لما بتعرفه انها ما بتحبش تسمع الاسم ده، وده من كتر المشاكل اللي جت من وراه. وبتعرفه انها كانت مربية في بيت زكاري، وبتبدأ تحكي له كل حاجة، وبتقول له ان كل اصحابه في المدرسة كانوا بيشتكوا منه لانه كان بيأذيهم، وفي يوم زودها جدا في المدرسة والمدرس بتاعه حب يعاقبه فحبسه جوه الفصل لوحده، وده اللي خلى الولد يخاف جدا ويتصرف بطريقة كويسة. لكن الغريبة ان بعدها المدرسة اتحرقت بالكامل ومحدش عرف مين اللي عمل كده، لكن هي كانت عارفة ومتأكدة ان زكاري هو اللي حرقها. ومن بعدها المدرسة قفلت نهائي، وبتحكي له انها من اللحظة دي وبدأت تشوف الشر في عينيه لدرجة انها بقت بتخاف منه. وفي اليوم ده كانوا لوحدهم في البيت، وكان الخوف متملك منها على الاخر، ومتخيلة ان زكاري هيعمل فيها حاجة، وعلشان كده دخلت عليه وهو بيستحمى وحاولت تخنقه بستارة البانيو، لكنها استغربت انها مش قادرة تعمل حاجة وبعدت عنه بسرعة. واللي خوفها اكتر ان لما والدته رجعت للبيت الولد ما حكالهاش اي حاجة، وده اللي خلاها تحط في دماغها ان زكاري هينتقم منها. وفي اليوم ده ما كانتش في البيت، وهي راجعة شافت دخان كتير طالع من البيت، ولما جريت بسرعة لقت البيت كله بيتحرق، وافتكرت ان السخان الغاز هو السبب، وعلشان كده دخلت بسرعة وجريت على القابو. لكن الغريبة انها لقت زكاري هناك وشافته بيمسك مطرقة متعلقة على الحيطة وبينهي حياة والدته، وبعدها بيكمل اشعال النار. ولما الشرطة وصلت ومعنى كده انه ما خافش وتراجع وانه كمل لعبته، وبتعرفوا ان والده في الوقت ده كان في المستشفى لانه عالم كبير. وهنا بقى بول بيشك في ريتشارد وبيجري بسرعة وبيفضل يتصل على جيسي، لكنها للاسف ما بتردش على تليفونه. وفي الوقت ده بنرجع للبيت وجيسي بتشوف ادم فاتح صندوق صور ادم الاولاني وبيتفرج عليها، ولما جيسي بتعرفه انها هتشرح له كل حاجه وبتناديله بادم بتتفاجئ ان الولد بيصرخ فيها، وبيعرفها انه زكاري مش ادم، وبيحبسها في القابو وبيقول لها انه هيلعب معاها لعبه. وبنشوف جيسي بتقدر تفتح الباب وبتنادي عليه لكنه بيجري وسط الغابه. اما بول في الوقت ده فبيعرف ان ريتشارد موجود في عزا في الكنيسه وبيروح له، وبيعرفه انه عارف كل حاجه وانه لاعب في خلايا ادم علشان يستنسخ ابنه زكاري، وده طبعا لانه ما قدرش يستنسخ ابنه بعد ما الحريق دمر خلاياه، وعلشان كده كانت ذكريات ادم بترجع لزكاري. وبيعرفه انه دمر العيله كلها وعلشان كده هيبلغ عنه واللي يحصل يحصل. وطبعا ريتشارد مش هيسمح له يدمر اختراعه وابنه الوحيد، وبيهجم عليه وبيضربه على دماغه، وبول بيقع على الارض وبينزف. وفي الوقت ده الشمعة بتقع على الترابيزه والنار بتمسك في الكنيسه، وبعدها بنرجع لجيسي وبتكون بتدور على ابنها في الغابه وبتدخل وراه للبيت المهجور. وهنا بقى ادم بيكون مستخبي وبيمسك الفاس من غير ما والدته تشوفه وبيستعد انه يضربها، لكن لحسن الحظ بول بيدخل في الوقت المناسب وبينقذها على اخر لحظه منه. وبعد مرور 6 شهور على الحادثه دي عيله بول بتقرر انها تنقل لبيت جديد في مدينه جديده، معتقدين انهم بكده بيحلوا مشكله ابنهم، لكن للاسف الشديد اللي بيحصل بيكون صدمه للكل. وادم في حد بيخرج من الحمام وبيخطفه وبيرجع للحمام من تاني، ولما والده مش بيلاقيه بيفتح باب الحمام وبيتفاجئ ان ادم واقف في الاوضه لكن نظراته غريبه ومرعبه، وشكلها كده مش هتكون بدايه جديده في البيت الجديد. وبكده بيخلص فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. اشوفكم بخير.